والله بشركم صحة وسلامة الحمد لله رب العالمين. الله يسلمك ويعافيك يا رب. اللهم امين وياكم. بشر عنكم واهلكم وجماعتكم كلهم بخير. الحمد لله نذكر الله. الله يسلمك ويعافيك. الله يعطيكم الصحة والعافية يا رب. مشكورين مشكورين كل الشكر. وشو الاخبار هناك سالم؟ طمنا شو الاخبار؟ والله الحمد لله بشكركم كل شيء زين بفضل الله سبحانه وتعالى وفضلكم ان شاء الله. اللهم لك الحمد والشكر. جزاكم الله خير. جزاك الله. هذا واجب يا اخوي سالم، هذا واجب. محمد الهنائي يكلمك اخوك محمد الهنائي. اخوي سالم، عمان تسمعك الان كلها، ايش تقولهم؟ ايش تقول لعمان؟ ولا اشكركم جزيل الشكر على وقفتكم لي في الخفاء وفي العلن، وكل من دعاني وكل من ساهم في هذا الامر. ان شاء الله نسال الله ان يكلل مسعاهم بالنجاح ويستجيب لدعائهم ان شاء الله، تكتمل الفرحه عما قريب باذن الله تعالى. عمان كلها بانتظارك من اقصاها لاقصاها. اشكرهم جزيل الشكر، شكر يعجز لساني عن وصفه. وانا يعني سبحان الله كيف اراد الله سبحانه وتعالى انهم يكونوا سبب ان شاء الله في تعجيل الامر هذا وفي ظهار الحق بالشكل اللي اراد الله سبحانه وتعالى. ان شاء الله قريب عما قريب ان شاء الله الفرج. اخوي سالم، ايش اكثر شيء مشتاق له في عمان؟ والله مشتاق لامي ومشتاق لولادي ومشتاق لوطني وتراب وطني ومشتاق للبحر ومشتاق ايراني واصحابي، مشتاق للجميع. والله العظيم مشتاق للجميع. ان شاء الله قريبا ترجع ونشوفك كلنا على خير. والله اني مشتاق لاهلي ومشتاق لوطني بشكل يعني ما اقدر اوصفه. انا انسان متعلق بالوطن، انسان احب ارضي احب وطني، واتمنى اني الامس ارض الوطن في اقرب فرصه، يعني لو كانت في اسوأ الاحوال لكن انا متمسك في وطني احس بامان الوطن. اهم شيء ان الامل لا زال موجود. صحيح الحمد لله رب العالمين ما ينقطع الامل والرجاء بالله سبحانه وتعالى. عندي سؤال اخوي سالم، انا يعني الان حضر في بالي اللي هو ايش اكثر دعاء تردده وانت موجود في السجن؟ والله الادعيه كثيره ما شاء الله اللي وردت عن النبي عليه الصلاه والسلام، لكن لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، ولا حول ولا قوه الا بالله وحسبي الله ونعم الوكيل. والصلاه على النبي الحمد لله رب العالمين ما نفارقها باستمرار. نسال الله ان يتقبل منا وتكون مفتاح للفرج ومفتاح تيسير الهموم ان شاء الله. باذن الله. سعيدين بسماع صوتك، وان شاء الله نكون اسعد لما نسمعها على ارض الواقع. وانا اسمع وانا اسعد ان شاء الله. في الانتظار يا اخوي سالم، في الانتظار باذن الله سبحانه وتعالى القريب ان شاء الله، القريب العاجل باذن الله. الله يسمع منك ان شاء الله، الله يسمع منك ان شاء الله ويستجيب لك دعائك ويقرب ان شاء الله المسافات ويفرج الهموم يا رب العالمين يا رب العالمين. مع الزيتون احسن الله عزاك. وعنده وسعيد عنده علم، واحسن الله عزاك يا اخوي سالم على وفاه عمك والد زوجتك. نسال الله ان يتقبله يا رب، الله يرحمه ان شاء الله في جناته يا رب العالمين. اللهم امين. الله يغفر له ان شاء الله والله يرحمه يا رب العالمين، والله يرحمه. اللهم امين يا رب. والله فرصه تمنينا نكون حاضرين مع الاخوان ونكون لهم في يا الله. شاء الله سبحان الله اراد الله سبحانه وتعالى نكون بعيدين يعني، ولكن قلوبنا معهم قدر الله ما شاء فعل. قدر الله ما شاء فعل. يا رب لك الحمد والشكر. نحن معك حتى النهايه اخوي سالم، حتى النهايه احنا معك. والله ما فيكم شك، والله ما فيكم شك، ورايتكم بيضة ووافين واستشعركم. الله يعلم انا استشعركم واستشعر تواجدكم واستشعر جهودكم اللي قاعدين تبذلونها. وش حاس سالم في هذه الايام؟ وش احساسك؟ والله احساسي سبحان الله احس ان الفرج قريب باذن الله، وان الله سبحانه وتعالى مثل ما الان الحديد لسيدنا داود ان شاء الله بيلين الحديد لنا باذن الله تعالى. باذن الله. قريب فرج الله سبحانه وتعالى قريب، وراه قريب، والله سبحانه وتعالى ويرونه بعيدا ونراه قريب. الله الا ان نصر الله القريب. الله يا رب يا رب يا رب. نسال الله تيسير الامور وتفريج الهموم ان شاء الله والفرج العاجل.
آمين يا رب العالمين. يا رب العالمين. أنا أشكركم والله، الشكر لكم وموصول الشكر كذلك للجميع، لكل من قام بدور، سواء يعني كان في الدعاء بالخفاء، أو أنه شارك بكلمة، أو أنه ساهم في نشر موضوعي، أو أنه نقرة زر. أشكره جزيل الشكر. تستاهل في الخير يا أخوي سالم. هم يا سالم ما مجاملة، والله الكل يسأل عنك. أنا تليفوني أتوقع إني أعتقد كلهم يعرفوا محمد، تليفوني ما يسكت من الصبح لين الليل. نعم الحمد لله رب العالمين، من فضل الله سبحانه وتعالى أن سخر الصيف. الإخوان الطيبين هذول. والله شوف يا أخوي بقول لك شيء، هذا لو الله سبحانه وتعالى موقن إنك أنت لك يد في هذا الأمر، صدقني والله ما راح يسخر لك هذا الناس أبدا، تأكد. لكن الله سبحانه وتعالى يعلم علم اليقين انك انت رجل بريء، وانك انت انظلمت ما من الاخوان في السعوديه، لا والله الاخوان في السعوديه جزاهم الله خير، قاموا بدورهم، وهذا عملهم وهذا واجبهم، في النهايه دي بلدهم، هذا بلدهم وهم يحافظوا على بلدهم يعني. ولكن انت انظلمت من هذه العصابه الدوليه المجرمه هذه، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم يعني. والحمد لله على كل حال، والحمد لله على كل حال. الحمد لله. الله ينتقم منهم ان شاء الله.